المرة يا أحمد أنا قاعد أسامحك علشان ابنك مخطوف، لكن مرة ثانية تحملوا كامل المسؤولية. والله يا ابني من ولا أعرف ولا ليتك، والله لا أعرف. كلهم هؤلاء استلطفناهم جدنا فوق ذلك المهمة. أحسنت، هؤلاء بينفعون في ايش؟ في أعمالنا القادمة. صل على محمد. لا يا زمن وش باقي أكثر ما لما ماشي خطفوا أسامة. من الذي خطفه؟ أنا مات؟ من هم هذول كلهم؟ هذول العصابة. هذول كلهم قلينا أحمد. أيوه. والتفني تحت. أقوى زيد أقوى شوية. شكل الشكلة. أنا بعد ثلاثة ونهجم عليهم. يستعد. 1 2 3 يلا. يا جماعة والله ما أعرفه ولا ندري منه.
ماشي مضحك. والله لا ادري من ولا اعرف ولا ليتك، والله لا اعرف. والله لا ريحتك فهم امك. انسى ولا حتى. حركة. Hello. زعيم يا زعيم يا زعيم يا زعيم يا زعيم يا زعيم سامحني يا زعيم سامحني يا زعيم أعطني فرصة واحدة يا زعيم يا زعيم يا زعيم هذه الفرصة الأخيرة. تمام ولا انتاري بالقواعد. يلا ابدأ بالفور بالمخططات التي أمرناك بها. تمام. أمرك يا زعيم، وأوعدك وعد إني ما راح أخذلك. إيش عرف الزعيم الكبير إني فشلت في كل هذه المخططات؟ وكيف قدر يدخل بيتي؟ أكيد أنه هناك خاين. إذا ما مسكت هذا الخاين وأخليه يتندم على اليوم الذي ولدته أمه، ما أكون أنا مكسيكي. يا زعيم، الفقرة دي خصصناها للقطاع في الأطفال. شل الأطفال من الحارة على طول لهم هاجمة من اثنين. من ما هو؟ اثنين شباب من الحارة. من شباب؟ ضربوا فرقة كاملة. ما هي هذه الفرقة التي عملتها؟ اثنين. هنا ايش دخلني يا زعيم؟ ايش تبي ايش دخلني؟ فرقة فاشلة. يا احنا صيف المضربة وهانا ليتك ما جيت معي. وأنت ما معك قدويتي بيتي قدويتي بخليهم يشلوا بس.
كان يشلوا يجملوا يشلوا هذا احنا بنابه. قال لك يتيم. اليتيم ابننا جمعه، احنا نوبه له. هذولك شكلهم عصابه مجرمين. يمكن يشيلوه الخارج او يبيعوا على اعضاء حقه او مالك. يشلوا يبيعوا قطعوا يذبحوا وصلا. يا يا عيني وضربوا معك لا بيجوني لا بيجوني يا احمد، لا بيجوني من تحت راسك. انت وليتم حقك هذا. لا تكون تفزع، اذا انت عاد تشغل الناس هكذا لا تكون تفزع. خالد راح ناخذ يا احمد يا داعي. وهذا ايوه يا زين. هاشم كيف حالك يا غالي؟ أحمد أيابك سلامت، مالك يا أخي؟ الله يسلمك يا أخي، زعلينك بك. ما وقع خير سلامت. والله يا غالي هؤلاء الذي لحقناهم شكلهم طرف من الفلوس. لو لي هكذا قدر واحد ضربني من وراء. قالوا ابنك؟ ايوه. وين هذا وين وقع؟ ليش ما تشتكي بهم؟ قبل يومين انت اشتكيت. الحين اشتري منك خدمه. عمر ما في نفسك. لا بنعتمد عليك كفيس. أبي دار المفروض لك. طلعت في راسي. متأكد من فهمك. ما في عمر، أنا إن شاء الله إني أنفذها، إذا قدرت عب عليك، ما عليك. المكان الذي ضربوني فيه كان فيه كاميرا بار. ها؟ طلع عشان نراقبهم ندري أي مقطع. كيف أطلعهم لك؟ طلعهم لك كيف؟ هاشم. نعرفك انك فاهم بالاختراقات. انا فاهم في الاختراقات بس ما اقدر اخترق كاميرات. انا اخترق حاجات بسيطه. يا هاشم ابني بس هالجهه دي والباقي على الله. هو هذا المطلوب.
كويكلي بويز بسرعة يا شباب. وصلت طلباتك جاهزة. صلح الذي تشتي متفجرات مناسفة. انتظروا الكمية بجهزها خلال يومين. اوه بشير هذا لا تعرف لنا هذا سعيد طبعا. ماجد منو هذا؟ هذا خبير المتفجرات. ان شاء الله تجهز لكم الكمية خلال يومين. تمام احسنت. أنت تالي أنت أول إنسان يلاسني في الفيسبوك وأردت عليه ونلتقي وأدخل البيت. الله يعزك والله اني مرتاح لك من اول ما دخلت صفحتك وشفتها بهذا الترتيب قلت هذا الانسان مش طبيعي خالص. حبيبي تفضل يا أخي تفضل. حياك يا ماجد حياك. الحب يا أخي الحب. والله اني من يوم ما دخلت صفحتك يعني ادركت ان عباقي شباب طموحين لهذه الدرجه. حبيبي يا ماجد. يعني ترتبك قلت هذا الانسان يا انه مبدأ باقوى قوته ويبذل فوق جهده ولا انه هكر. يعني انا ما توقعت انا من صفحتك لاني انا واصل في الفيسبوك وفي جميع منصات السوشيال ميديا ما قد شفت مثله الصدق. حبيبي هذا شرف لي. هذا شرف كبير وفخر لي والله. كلام ترفع المعنويات. اعتز بكلام. ولو انت من الاشخاص النادرين جدا ولك بصمه كبيره في المجتمع. واحنا يعجبنا ندعم ونشجع على المواهب من امثالك. من انتم؟ احنا مكاتب يعجبنا نستقطب الشباب المبدعين من امثالك. يا شرف. بس كيف؟ اقول لك كيف. يعني بنشق لك معانا ونحتمل كل مصاريفك من الالف للياء. يا رحمن ارفع راسك ولا تهم حاجه. انت اللي ابدع واحنا عاينا كل شيء. المكان الذي ضربوني فيه كان فيه كاميرا بار. عشان نراقبهم وندري اي وقفهم. بس عيش. بس ذكرت ان عاد معي عمل. فترة كبيرة ولا قصيرة؟ والله يا صديقي معي عمل مهم جدا. ضروري اننا انجزه وضروري اننا اكمله. من ناحية عملك عادي خذ راحتك اي حين ما كملت احنا موجودين منتظرين لك اي وقت. خلاص اتفقنا. خلاص ماشي. يا رحمن. وبشرك يا زعيم. ايش؟ شفت العمل اللي عدتني اياه اخر مرة؟ نعم. ما قلت لنا ان احنا نجهز الشباب الذين هم عاطين عن العمل والذين هم يعني معاهم الاختصاصات الضخمة في المحافظة مثل الأدباء مثل المفكرين مثل الإعلاميين كلهم هذولا استقطبناهم زدنا فوق ذلك المهمشين. احسنت. هؤلاء بينفعونا. في ايش؟ في اعمالنا القادمة. غول اخي تفضل. هذه معلومات العصابة التي طلبتها مني. احسنتم بارك الله فيكم.
استاذ لا ادري. عمليات، اكتشفنا واحد من العصابة ومشي بتاع تتبع حول. مد مرحبا. أبشرك، وصلت لواحد من العصابة. الآن ايش؟ بشير. ايوه بشير. انت متأكد؟ سمعت بإذني. بس المكسيكي أبصرناه هذه الفترة الأخيرة بدأ يلعب يخربط في أعماله. أيوة، ما عادش هذه الأعمال التي كنا نتوقعها منه كل مرة، هذه خلاص انتهت هذه الأولى. الآن بدأ يخربط من مرة، يعني يلعب لعبة يعني غير لعبتنا هذه اللي احنا نلعبها من أول. أيوة تمام، ولا يهمك ابشر. يلا، أي خدمات يا زعيم ثانية؟ والله مع السلامة. والذي باعك بالمختصر. ما كنت متوقع منها أنا. خاين الكلب، وانا معتبره يد اليمين لي. مد هم هذول. هذا كله من جرهان يا أحمد.
تخيل انت كريم ضربتوني مكنتوني ركاب مكنتوني 3 ايام وانا لا قد حاولتوني في تناك ولا تبي 5 ايام بتدرب حديث والله ما لا أقبلك لا خليه يعترف وبعدها سهل صلح له الشيء هاشم طيب نفسي شوف في غليلي فيه بس انتبه له اهم شيء ميسي يعترف انا افهم اعترف انا معه اعترف من خالد هاشم حيموت ما تفعل ما رضينا يا معي اعترف قلت لي اعترف يا معي ما تفعلنا اول كيف انا خل بين عذبي يعترف باحترام بين عذبي باحترام هذا تعذيب انا من عذبك اكثر منك احمد ما افعل ما عاد اعذبه بطريقتي اخليه يعترف بمقر العصابه وكل افراد العصابه مات الولد حيموت لا تعذب الولد حيموت ايش من انت تقول انا اللي بسال ما افعل هكذا مشوه حيموت الادمي حيموت انا اقول كيف يعترف الان هو يعترف هكذا مشاكل احمد قضوه والله لو انا بك لا اعترف ولو ما فعلت حاجه ولو انا بريء اعترف احلالك ربنا اقول لك اعترف ما ينفع لك الا تزداد ضرب ابر اعترف شاقنا اعترف هاشم اعترف لايش؟ صورته ما عجيب السعر ما تفعل ما اعترف بين اقول اعترف ها ما فعل الا هكذا نعذب على ما فعل انا اعذبه انا هكذا اسمه اشتري ايضا الموجب وين السرد والله حرام لا الاحمر ولا الاسود لا اعترف والله اعترف يا من عام اعترف جرب هذا سهل انا اقول محمد دم يوم الله يشوفك كان اعترف ما سرقت اعترف ما فعلت ما سويت ايش اعترف؟ الظاهر ما فيش منك فايده هتعترف بالعصابه ولا نتخلص منك الحين لا احد يدري ولا احمد حيموت مش هذا مش بالمسدس ما طلعت المسدس لو نادرني ولا بدك شيء تخلص منه ما فيش منه فايده هتعترف الان ولا نقضي عليك؟ ما اعرف احد هو ايش يعترف؟ ما سويت شيء اعترف بالعصابه ومن الذي بيمونك؟ اي عصابه؟ 1 2 بعد ما مش فايده 3 خلص انا بعترف اخيرا انا مش اعترف الحين ما فعلت الله انا اقول لك اعترف من اول اضربك تستاهل بقيت النخرة هذا اللي بين هذا الحين كلمة مكان العصابة سريع بسرعة ما يشعك احمد بسرعة اقطب انا عارف لو واحد شخص من العصابة من هو؟ اعترف اقطب والله عينه اقطب ماجد من؟ انا من اتصل هاشم سولك خليه يحضر العمل كيف حالك يا صديقي العزيز؟ الحمد لله البضاعة جاهز. وين الفلوس؟ موجود. جاهز يا زعيم. جاهز.
اتفقنا نشوف. ها ماجد تعرفه؟ ايوه معرفه. انت تالي، انت اول انسان يلاسني فرانشيسكو وارد عليه ونلتقي وادخل البيت. الله يسلمك والله اني مستاهل من اول ما دخلت صفحتك وشفتها بهذا التنسيق قلت هذا الانسان مش طبيعي خالص. حبيبي يلا الان نسحب الله داخل. شوف الاصابه هذا متعمقه فينا كثير. ارفع نفس. خذ مكانه. احمد هاجم. هندم. انزل. من قال لك تدخل في عملنا يا احمد؟ يا فندم ابني يا فندم، حط نفسك في هذا الموقف. جم وش هذا الجلسة؟ الحين طابت انفسكم على العمل هذا اللي عملتوه. معانا الان ضحية على يعني عملكم هذا، وانتم المسؤولين في هذا القضية. يا فندم ابني انتظرتكم يوم يومين 3 ايام 4 ايام ولا جاني خبر يا فندم. كيف ما جاء خبر وانت عارف ان احنا متابعين القضية اولا باول؟ يا فندم اسف والله ما عملت على هذا العمل الا من فوق الدم. ابني يا فندم. طيب اسف بعد عيش. احنا لنا اسبوع من يوم البلاغ حقك يا احمد واحنا نتابع القضية لين وصلنا الى عند واحد من العصابة، وانتم خربتم عملنا الذي انجزنا في دقيقة. هل هذا يرضيكم؟ هذا المرة يا احمد انا عاد اسامحك علشان ابنك مخطوف، لكن مرة ثانية تحملوا كامل المسؤولية. حاضر يا فندم. وانت يا هاشم بطل فضول، لا تتدخل في مواضيع يعني تخص الدولة. تفضلوا. سياسة يا فندم. والله انا لا دخل ولا شيء، انا قد صرفت بهدلت لطومت قلتم كل من تحت راسك الضوء، لكن الشيء الصدق يا فندم من اليوم لا عاد تعرفني ولا اعرفك. من انت يا اخي؟ من انت؟ تعرفني اعرفك؟ من انت؟ لا تعرفني ولا اعرفك ولا داري من انت ولا داري من انا. اي خدمات؟ ايوه ايضا. خلاص الكلام. الآن طلعني مكان الإصابة. العصابة هذول متأكد هؤلاء كلهم. يا هاي هؤلاء كلهم منهم خيرات. عاد وشي ملخبط من الضربة الأولى. وطي صوتك. الحين دبر انفسنا كيف ندخل. ندخل نبلغ، بس انا شا ابلغ وبس اتخارج. ما يمدينا شكل الزعيم يبز الجهة. يبزهم يا اخي يبزهم. ادري بينهم يا هاشم.
اول واخر من معب عدب تعبك انت يا حمد راعي مش كذا وطي صوتك هذا شكله مسوي خلاص ما نفعل انا امتد تتاخذ امتد تاخذها وانت تصير تتفاهم انا مجنون الصرب. انا ما دعيتك لو نراك بك انا داير نخبط الحديد. اي يا حماد إليك وجهنا القلوب. الو ايش؟ جهزوا القوات الان، يلا انا جاي. الذين والحركة معوق مهر ولا متعلم سنة. شو هذا؟ فكر شوي بسرعة الآن. ولا حركة. والله يكون مكانه. والله ما علم الدنيا واحد يدرب. وقف. ولا حركة. هذا من شيء أحمد. جاب الآن. بدراني. طلع عندنا سلاحه. فرق. بشير صاحب ناجي. بشير صاحب ناجي. أي صاحبك يمكن. مع الساعة كذا. يلا بكرة هذا الآن. فرق. أحمد أنا مثلا أتعرفك مدير المنظمة حقنا. هذا هو مدير الوظيفة. المدير هذا اسمه عثمان. اسمع يا أحمد.
وهيبه حاسن على الطرف اللي جنبه. ما شاء الله. اترك سلاحك يا رجال. وانت ما مدد. اترك سلاحك يا